تمام، نبدأ على بركة الله. في الفيديو ده هناخد موضوع مهم جدا وهو تصنيف الثغرات من حيث الخطورة بتاعتها، وكمان هناخد أمثلة عليها وتأثيرها على الباونتي اللي انت بتاخدها من خلال اكتشافها، وهنوضح ليه إن في ناس ممكن تكتشف ثغرة تكسب منها مثلا 30 أو 20 ألف دولار، وفي ناس تانية ممكن تكتشف ثغرة تاخد منها مثلا 250 أو 300 دولار. أوكي. وبعد كده عندنا بروجرام هنحاول نفهمه وهنفهم السكوب بتاعه ونظام المكافآت بتاعته وحاجات تانية كمان. بس فاحنا هنبدأ دلوقتي بتصنيف الثغرات على حسب الخطورة بتاعتها، وهنمشي واحدة واحدة وهنشوف الدنيا بتتكلم معانا على ايه. احنا عندنا 4 تصنيفات لخطورة الثغرات، بتبدأ من البي 1 لحد البي 4. البي 1 دي تعتبر الكريتيكال، ودي ترجمتها معناها الحاجة أو الخطيرة، ودي الثغرات اللي ممكن تخليك تعمل بيفلج اسكيليشن، يعني إنك أنت بتحصل على صلاحيات أنت مش مسموح إنك تحصل ليها. زي مثلا عندك أكاونت نورمال، أكاونت عادي، وأنت قدرت تستغل ثغرة ما إنك أنت تخلي الأكاونت بتاعك معاه صلاحيات الأدمن، وتقدر تتحكم في الموقع زي ما أنت بتتحكم في الموقع، أو تعمل ثغرة مثلا بتسمح لك انك انت بتجيب ريموت كود اكسكيوشن وبتتحكم في السيرفر والملفات بتاعته كأنك ادمن عليه، او كأنك معاك صلاحيات انت مش مسموح انك تكون معاك في الوقت الحالي. فدي تعتبر ثغرات حاجة. ثغرات بقى من نوع بي 2 او الهاي، دي الثغرات اللي بتعمل افكت او بتأثر على السكيورتي بتاعت السوفت وير، وكمان بتعمل امباكت او بتأثر على البروسيس اللي هو بيدعمها او اللي بيعملها. يعني مثلا انت لو بتشتري منتج، ففي بروسيس انت المفروض تعملها عشان تكمل عملية الشراء دي في المنتج، فانت اكتشفت ثغرة مثلا ان هي بتأثر على البروسيس دي، وممكن تخليها تعمل بروسيس تانية غير البروسيس المسموح او الابليكيشن اللي بيعملها، فدي برضه تعتبر ثغرات من نوع هاي او من نوع بي 2. فالبي 1 والبي 2 دول يعني كأنهم مرتبطين بالابليكيشن نفسه او بالسيرفر نفسه، بالعمليات بتاعته، بالبروسيس، بالبريفليج بتاعته، الصلاحيات والحاجات اللي زي كده. اما في البي 3 واللي هي الميديوم، دي الفولنربيلتي اللي بتأثر على كذا يوزرز، على معلومات اليوزرز يعني، او بتارجت اليوزرز مش الابليكيشن نفسه، وكمان محتاجة كمان ان يبقى في يوزر انتراكشن معاه، يعني لازم اليوزر يعمل انتراكشن معين عشان الثغرات دي تطبق عليه. فالبي سي بتطبق على مالتيبل يوزر، تمام. لكن هنا في البي 4 اللو، هي برضه نفس الثغرات اللي بتأثر على يوزر، لكن بتتأثر على سنجل يوزر، واكيد كمان محتاجة الانتراكشن بتاعه عشان الثغرة دي تتم عليه. اما في البي 5 دي انفورميشنال، يعني متعتبرش ثغرات، بس هي بتعتبر وارنينج كده، ان المفروض الحاجات دي ما تكونش موجودة، او الحاجات دي ممكن منا لقدام ممكن حد يستغلها بطريقة تانية بتليد مثلا ان يبقى في مثلا ثغرة، او ممكن يبقى في بج او في مشكلة ما، لكن ما تعتبرش ثغرات. فتمام، حلو. يعني احنا خدنا البي 1 والبي 2 والبي سي والبي 4، هو دي اللي احنا بناخد عليها باونتي. فاحنا عاوزين برضو تفاصيل اكتر وامثله اكتر. في موقع هنا اسمه الباج كراود، ده زي هاكر ون برضو، مقسم لك الموضوع او موضح لك الموضوع بطريقه احسن. لو احنا رحنا للموقع ده، هتلاقي هنا هو مقسم لك الثغرات من حيث الخطوره بتاعتهم من بي 1 لحد البي 5، وكمان في ثغرات من تحت هنا، دي بتتحدد على حسب الامباكت بتاعها. يعني لو هي بتعمل امباكت على بيانات حساسة جدا، فهي ممكن تبقى مثلا بي 1 أو بي 2. لو هي بتأثر بدرجة خفيفة، فهي ممكن تبقى مثلا بي سي أو بي 4. تمام. لو مثلا رحت عند البي 1 هنا، ممكن هتلاقي مثلا الفايل انكلوجن تبع البي 1، ريموت كود اكسكيوشن تبع بي 1، الاسكول انجكشن، الاكس اكس اي، الاوثنتيكيشن باي باس، برضه ايه ثغرات بتعتبر كريتيكال. لو نزلت مثلا تحت هنا، ممكن تلاقي ال XSS
او تلاقي ال SSIF تعتبر من ال B2 او الهاي. وبرضه في امثلة بقى على ال BC، في امثلة على ال B4. تمام. الموقع ده برضه بيقدم ايه؟ بيقدم بروجرام، يعني بيقدم لك بتيجي شركة مثلا بتقول لك لو اكتشفت ثغرة ما في الابليكيشن بتاعي فانا هديك باونتي او هديك فلوس عليها. بس احنا مش هنشرح هنا، احنا هنشرح على هاكر 1. فلو رجعنا للبرزنتيشن بتاعنا، انا جايب هنا بروجرام من هاكر 1 زي سناب شات، زي ديبت، زي ان دايفر. في السناب شات في البي 1 اللي هي كريتيكال، لو انت اكتشفت ثغرة بيديك من 20 ل35 ألف دولار. في الهاي من 10 ل20. في الميديوم من 4 ل10. من اللو بيديك 250 لحد 4000. تمام. وهنا برضو في الديبت تقريبا اسمها ديبت من 30 ل50. وفي الهاي من 5 ل10. من هنا من 500 ل1000. من 100 ل300. في الان دايف الباونت بتاعها ضعيف جدا، يعني في الكريتيكال بيديلك 6000. في الهاي 2000. في الميديوم 1500. وفي اللو يعتبر 1000 دولار. فلو رحنا هنا للسناب شات هتلاقيه حاطط لك الباونت اللي احنا شفناها في البرزنتيشن او الباوربوينت من اللو للكريتيكال. وهنا بيقول لك انت عشان تبقى كواليفاي انك تاخد الباونتي او المكافأة بتاعت البروجرام ده، فلازم انت لو انت مثلا لقيت في مكان معين ثغرة الاكس اس اس مثلا، وواحد تاني برضه لقي نفس الثغرة في المكان ده، وانتوا الاتنين قدمتوا ريبورت، فلازم الريبورت بتاعك يبقى ريبورت رقم واحد او تكون انت الاول عشان تاخد الباونت بتاعتهم. اما الريبورت التاني فبيترفض، لانه خلاص هو كده كده في حد قدم الثغرة دي. ولازم كمان في الريبورت بتاعك يبقى انت عامل ديسكريبشن كويس الثغرة اللي انت مسكتها، وكمان الامباكت بتاعتها والستبس، يعني انت عملت ايه او عملت ايه خطوات عشان تكتشفها والتأثير بتاعها. وكمان تعمل اتاشمنت زي مثلا سكرين شوت للبروف اوف كونسبت، او مثلا كود بسيط كده بيوضح انت ازاي عملت اتاك او ازاي عملت اكسبلويت للثغرة دي، وكمان بتوضح الامباكت بتاعها. يعني شوية حاجات كده مكتوبة في الريبورت بتاعك عامة. اوكي. وهنا بيقول لك مثلا في الكريتيكال لو مثلا لقيت حاجة زي سيرفر سايد ريموت كود اكسكيوشن هتاخد 35,000 دولار. في معلومة هنا، يعني احنا بنقول ايه؟ لو طلعنا فوق الكريتيكال بتاخد من 20 ل35 ألف دولار. ده بيرجع لإيه؟ بيقول لك احنا بندفع فلوس أكتر لليونيك أو الهايد فايند باجز. يعني كل ما كانت الباجز اللي انت اكتشفتها كانت صعبة، وكانت كمان لو بصيت هنا بيقول لك كومبلكسيتي، يعني لو كانت كومبلكس أو كانت معقدة وانت اكتشفتها بصعوبة مش بطريقة مباشرة، فانت بتفعلك فلوس اكتر، ممكن يدفعلك زي 35. لو مثلا كان الهجوم بتاعك او الثغرة بتاعتك كانت كريتيكال، ايوه، بس اكتشفتها بطريقة مباشرة ما تعبتش فيها، الكومبلكسيتي او الكومبلكس بتاعتها مش صعبة، فهو بيديلك اقل، ممكن يديلك 20 او ممكن يديلك مثلا 25، ايا يكن يعني. وبرضه في الهاي هنا بيقول لك مثلا لو في مثلا سنتريكيشن باي باس مثلا او لوجيك فلو هتيجي 15,000 دولار. هما بيوضح، وعندهم كمان هنا الاكس اس اس هما معتبرينها لو، وهديك عليها 4000 دولار بس لو انت اكتشفتها. تمام. هتقرا برضه شوية هنا يقول لك ايه ممكن مثلا الاسباب لو انت عملتها مش هنديك الباونتي. يقول لك مثلا لو استخدمت سوشيال انجينيرنج، يعني انت مثلا لو عندك منهجية ريد تيمينج مثلا، فانت قلت لا انا مثلا هعمل ايميل فيشن او فيشن ايميلز للامبلوي بتاعت سناب شات، واخد مثلا ايه
اديلهم فيروس او مالوير مثلا، وعشان يفتح لي السيشن معاه واخد مثلا ايه مود كود اكسكيوشن، فده مش مسموح ليه او مرفوض. لازم انت تكتشف الثغرات اللي بتديك ريموت كود اكسكيوشن من غير ما ايه ما تعمل سوشيال انجينيرنج. تمام. وهتلاقي برضو شوية حاجات هنا بيوضح لك زي ما تقول لك كده الاوت اوف سكوب. تمام. بعد كده هتلاقي السكوب بتاعهم. اقول لك مثلا في السناب دوت كوم في 15 في السكوب ده لو دوست عليها، اقول لك مثلا السب دومين ده احنا بنقبل ثغرات الهار. طيب لو انت مثلا لقيت ثغرة كريتيكال في السب دومين ده، هتتحاسب برضو كأنها هار. فاهم قصدي؟ ما بيدفعوش نفس المكافأة أو نفس الباونتي لو أنت لقيت ثغرة كريتيكال في السب دومين ده. نفس الحكاية هنا، وهنا برضو بيقبل اللو بس. فكله ده جوه السكوب. السبورت دوت سناب ده اوت اوف سكوب، وهنا بيقول لك مش مؤهل للباونتي. يعني لو اكتشفت ثغرات فيه وبلغتها هقول لك ده باير السكوب، فاحنا مش هنديك الباونتي بتاعته. هنا في الستوري بتاع سناب شات في السب دومين ده مقبول الكريتيكال، وكمان في الاب سناب شات برضو مطلوب الكريتيكال. هتشوف برضو ايه معاك الباقي اللي معاك في السكوب وايه مش اللي معاك في السكوب. بدل ما ايه مثلا انت تروح مثلا بدل ما تروح للدومين الرئيسي مثلا وبعدين تجيب السب دومينز كلهم وبعدين تحاول تكتشف، لا انت تشوف ايه داخل معاك في السكوب هنا عشان بيوفر عليك وقت. تمام. اوكي. اخر حاجة، لو انت مثلا حبيت تبدأ انك تعمل باج باونتي على البروجرام ده، فتروح للهاك اكتيفيتي. الهاك اكتيفيتي ده احيانا بيحتوي على ريبورت، مثلا مين اكتشف ثغرة واكتشفها ازاي. مثلا يعني مثلا عندك ده بيكتشف ان بيقدر بيديليت اي محتوى ريموتلي. لو دخلت عليه هو بيشرح لك عملها ديليت ازاي وعملها كده. ده انت ممكن تستفاد من الهاك اكتيفيتي حاجتين. اول حاجة انك انت بتكون المايند سيت بتاعتك وتحاول تفهم هما بيشتغلوا ازاي وتحاول تتعلم، عشان انت كل ما تقرا الحاجات دي انت بتتعلم وممكن تستخدمها في بروجرام تاني وتنفع معاك. فانت كده كأنك كسبت، او كأنك انت كده اتعلمت وطبقت. تاني حاجة بتوفر عليك شوية وقت، لان وانت وذكائك يعني مثلا انت لقيت delete account او delete any one content، فانت ما تروحش برضه تطبق ايه التست ده. تمام. يعني انت وانت بتقرا كده مثلا بتشوف هو لاقي مثلا هنا سيرفر سايد ريكوست 4G هي ال SSIF في بارامتر معين او في مكان معين. فده بيوفر عليك انك انت ما تروحش للمكان ده وتحاول تكتشف فيه الثغرة دي، لان هو كده كده مقدمها وكمان مكتوبة ايه resolved. فانك انت برضو بتجمع ثغرات الموجودة في او الثغرات اللي اكتشفت، عشان بتوفر عليك وقت وانت ما تروحش تتست الثغرات دي تاني. ممكن تعملها او تتست عليها بس في اماكن اخرى، لكن ما تروحش نفس المكان اللي اتعمل عليه تيست وتقدم عليه ريبورت. لما تكتشف ثغرة بقى على حسب السكوب بتاعك او في اي سكوب تقدر تعمل سبميت ريبورت وتستنى المراجعة بتاعتهم ويعملوا لك ايه يقيموها بقى اذا كانت هي كريتيكال ولا هاي، وتاخد ايه الباونتي. يعني ده واخد 15,000 دولار، ده واخد 25,000 دولار. لو نزلت تحت هتلاقي برضو اللي واخد ايه 250. مش هتلاقي هنا، مش هتلاقي ريبورت، لان احيانا هو او او الشركة مش مقدمة ريبورت ده، فعادي جدا ممكن تلاقي وممكن لا. هنا مثلا 7,500. تمام. يعني لو شفت هنا في هاي بس 500 دولار، ده بيرجع برضه للسكوب. يعني ممكن السكوب اللي اكتشفوا فيه كان مثلا اخره لو، بس هو اكتشف ثغرة هاي فحاسبوا على انها لو واداله 500 دولار.
بس فأعتقد لحد هنا كويس. انت كده عرفت أنواع الثغرات أو الترتيب بتاعهم، عرفت الباونتي، عرفت كمان لما تدخل على بروجرام معين تشوف السكوب بتاعه والقواعد بتاعته. لو عاوز مثلا أكتر من بروجرام هتدوس على هاكر، وبعدين تدوس على دي. هتلاقي عندك كذا بروجرام. في طبعا بروجرام بيقول لك احنا مش بندي باونتي او نو باونتي ريكورد، فممكن تجنور او تتجاهل كده. وهنا ممكن بقى ايه تنقي البروجرام بتاعك وتدخل تعمل زي ما احنا عملنا في السناب شات، وتنقي البروجرام بتاعك او التارجت بتاعك على حسب ما انت شايفه مناسب ليك ولا لا. بس لحد هنا كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو ده. الفيديوهات اللي جاية في السلسلة دي هتكون برضو بنفس النمط ده. بنحاول نفهم أو نشوف الدنيا ماشية ازاي في المجال. كمان نحاول نتثقف حاجات زي كده يعني. فبشكرك إنك أنت وصلت لهنا. متنساش بقى الاشتراك والمشاركة.